بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين ده اليوم الثالث لينا. حبيت بس اشارككم كده الفندق يعني من اوله كده من بره الخلفية دي. حبيت اوريكم بقى الاكوا بارك، طبعا هفرجكم عليها بقى كلها. يعني انا حبيت زي ما انا بتفرج كده ومستمتعة باليوم، اخدكم معايا تتفرجوا معايا وتستمتعوا باليوم برضه. يعني حتى لو حابين تروحوا الفندق يعني تبقوا انتوا كده شفتوه من جوه عامل ازاي. بصوا بقى الفندق دوت، اللي هو الهواي ريفيرا دوت، فيه 2 اكوا بارك. الصغيره اللي ورا انا وريتها لكم ورا، وفي الصغير وفي الكبيره بقى اللي هنا اللي على ايديكم اليمين دي. طبعا احنا كنا قاعدين عند الكبيره، طبعا هي ليها مواعيد بتفتح فيها، فانا حبيت اروح بدري قبل الزحمه عشان اعرف اصور لكم على قد ما اقدر، يعني تبقى رايقه ما يبقاش في ناس كتير. بصوا بقى انتوا علشان تبتدي تروحيها، هي في هنا اكوا بارك كبيره الخضره اللي على ايدك الشمال دي، بتنزل بعوامه. طبعا هم حاطين سجاد اخضر زي ما انتوا شايفينه كده، ودي برضو اكوا بارك الزرقاء دي. تمشي عليه عشان ما تتزحلقيش من ميه على الجوانب كده بتاعت البلاط او الارضيات بتاعت حمامات السباحه. تفضلي ماشيه عليه لان الزحلقه بوقع زي ما انتوا عارفين. طبعا بتلاقوا ناس واقفه مستنيه، خلاص كان فاضل كام دقيقه بس كده وتتفتح الاكوا بارك، فبتفضلي بقى طالعه على السلالم زي ما انت شايفه كده. تخلي بالك والميه بتبقى بتنقط كده الارضيات كلها بتبقى زحاليق. يعني الوقعه بفورة على طول. طيب تفضلي ماسكه في الترابزين كده وانت طالعه. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الواحد حصل له موقف وطرائف يعني. في الاكوا بارك دي طبعا انت بتطلعي بتاخدي معاكي العوامه بتاعتك، العوامات دي هم موفرينها لنا. دي عوامات مخصصه لانواع معينه في الاكوا بارك، لان بيبقوا خايفين على الناس وهي نازله، فبيقول لا اركبي عوامه احسن. ففي عوامات بتبقى فردانيه، وفي عوامات بتبقى مجوز. فطبعا عمر واخد 2 مجوز اهو لينا. قلت له اطلع يا حبيبي اطلع، اطلع يا حبيب امك اطلع، واحنا طالعين وراك اهو. وطالع بقى يحجز لنا، احنا اول ناس ننزل. بصراحه انا اللي كان بيتعبني في الاكوا بارك ان انا اطلع لها، لكن في النزول كنت احب انزل، لكن ان انا اطلع بصراحه كان بصوا روحي بتطلع معاه. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله انجزنا واحنا اول ناس طلعنا، وعمر مش قادر ياخد نفسه زي ما انتم شايفين. بصوا بقى من فوق، الفندق من فوق جميل. طبعا انا خدت واحده اهو وهختار حد ينزل معايا. طبعا احمد ابني وجودي هديهم كل واحد واحده فردانيه ينزلوا فيها. بصوا بقى كل لعبه في اكوا بارك بيبقى في مشرف واقف عليها، ازاي يركبك وازاي تنزلي وازاي يزقها تنزلي في الزحاليق زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى دي الخضرة، بصوا دي مش عايزة اقول لكم. احنا هنا حبينا نتصور بالفيديو الكاميرا الامامية واحنا نازلين. بصراحة هو تحفة. يعني الاكوا بارك دي تحفة، ان انت تنزلي كده كل ده يجي من سات الدور، 6 ادوار كده وانت نازلة. وتخلي بالك وتفضلي ماسكه كويس، طبعا الميه اللي بتزحلقك، فهي ممتعه جدا جدا جدا. مش قادره اقول لكم ممتعه لدرجه ايه. وبعدين تلاقي نفسك في قلب الميه. طبعا قبل ما بتنزلي يقول لك اقفلي اقفلي نفسك يا ماما اقفلي. طبعا الدنيا رايقه اهي لسه ما اتزحمتش، فاحنا كنا اول ناس زي ما انا بقول لكم. فبصراحه كان اول مره اجرب الاكوا بارك وعجبتني، يعني انا طلعتها بالظبط 3 مرات. مره مع عمر ومره مع الولاد، يعني دي انا وعمر هو لما نزلنا. مرتين مع عمر، واحمد ابني كان هيتخبط منها فضربته قلت له اتاخر بدل ما اخبطك غصب عني يعني. طبعا احنا مش عارفين نطلع منها اصلا، دي جودي اهي نزلت لوحدها بواحده فردانيه، واحمد اهو هنحطه فيها هيسقط في النص. ويلا اتكل على الله يا حبيبي، يلا اللي بعده. اهم دولت نازلين ورا بعض اهو، ما اعرفش ازاي حصلت دي، كل واحد في واحده لوحده. فهي المشكلة ان الواحد مش عارف يطلع منها، يعني الواحد انا بقعد فيها. طبعا المفروض ان انا بقوم عشان غيري بياخدها، فبقول لهم انا مش عارفة اطلع منها اصلا. ايوه اهي دي بقى الخبطة اللي جت في الجون بقى. انا نزلت مرة مع ابو الولاد زي ما انتوا شايفين، ومرة مع مريم، ومرتين مع عمر. 4 مرات. فطبعا لازم تخلوا بالكم كويس وانتوا نازلين علشان يبقى في توازن يعني. هنا انا نزلت انا ومريم اهو، بس مريم مش حابة تطلع يعني معايا في الفيديو ده.
طبعا ولادي ورا بقى، هم بينزلوا ورايا يعني. انا حبيت انزل انا الاول، قلت لهم انتوا بقى بنزلوا ورايا. بقول لها اكتمي نفسك يا مريم عشان خلاص هننزل في الميه بقى، هنتطرطش. فيعني انا حابه يعني، بصراحه حبيتها. فانتوا لو حابين تروحوا فندق مثلا او رحله زي كده، ويكون الفندق متوفر في الاكوا بارك، جربوا الالعاب ديت. بس في العاب طبعا ما تجربوهاش، عشان انا ما حبيتهاش لاني خفت منها من شكلها يعني. عايزه حد قلبه جامد قوي يعني، واحنا ربنا يسترها علينا. المهم كده، حمامات السباحه بتقفل الساعه كام؟ بتقفل الساعه 5 او 6، كان تقريبا في الحدود دي. فاحنا خلاص المفروض ان احنا خارجين بقى، ده كده قبل العشاء. العشاء بيفتح الساعه 7. فاحنا خارجين بقى، قلنا نروح نغير بقى ونظبط دنيتنا عشان ننزل بقى على العشاء. فقابلنا حفلة. واحنا ماشيين كده بالصدفة لقينا حفلة. قلنا حلو، نقعد بقى ونتفرج على الحفلة. طبعا ابو الولاد عمال يرن علينا، انتوا فين انتوا فين؟ قلت له انا بدور على عمر، وهو اصلا عمر معايا. فجبناها في عمر، بحيث ان هو لما يزعق يزعق لواحد بس بدل ما يزعق لنا كلنا. وفضلنا قاعدين بقى نتفرج على الحفلة. زي ما انتوا شايفين دي فرق موسيقية، فرق استعراضية. وكان في بصراحة حاجات بقى، ايه، الرقص الشرقي والبلدي، وكان كل حاجة موجودة يعني على المسرح. طبعا العدد لسه ما اتزحمش، عشان احنا يعتبر لسه في ناس في البسينات لسه ما خرجتش. هم لموا كل حاجة، بس لسه في ناس بتغير هدومها، بتغير لولادها يعني. لسه ما فاقوش كده عشان ينزلوا بقى. الزحمة امتى بقى؟ بتبقى بعد العشاء. بعد العشاء كده تلاقي بقى الحفلات كلها على البسين زحمة، وتلاقي بقى مغنيين ورقصين ومطربين واستعراضيين زي ما انتوا شايفين كده. فانا حبيت اصور لكم برضو اللقطة ديت، يعني تسالي من كل ناحية يعني، ما شاء الله. اهي جودي دخلت اهي، خدت لها صف. وانا هدخل برضو كده اقعد برضو من نفسي. بقول لكم ما تنسوش اللايك، عشان انا بحب برضو المكان اللي بيعجبني اصوره عشان افرجكم عليه. طبعا انا مرضتش انزل الفيديو بصوته، لان بيبقى في صوت اغاني عليها حقوق طبع ونشر، فما ينفعش ان انا انزلها، لان ممكن اخد انذار او اي حاجه من دي. لكن هي بصراحه الاغاني كانت جميله واستعراضات جميله يعني. في حاجات كنا بنحب نتفرج عليها، وبالذات التنوره ديت، اللي الراجل اللي بيقعد يلف. وكان في بقى ايه، العاب للاطفال يعني، اغاني للاطفال، وكان في رقصه للاطفال بيطلعوا كده. تلاقي يعني ايه، مش بيبقوا مصريين على ما اعتقد. دولت اجانب يعني، في ناس اجانب. كان على ما اعتقد منين يا سامية؟ ما علينا، هي من دولة اجنبية كده. كانوا بيجوا بصراحة يعني ايه، بينشطوا السياحة زي ما انتوا شايفين ده كده، هما بينشطوا السياحة. بس الجو كان حلو، المكان تحفة، خدمة جميلة جدا. كل اللي انت عايزاه بتلاقيه يعني، ولا هتحتاجي بقى تغسلي هدوم يعني. زي ما انت بتشوفي كده تشغلي غسالات والكلام ده، لا، هو على قد المايو والهدوم الخروج زي ما انت شايفة يعني. انت مش هتخرجي في حتة بعيد، كل حاجة موجودة في الفندق. انت مش محتاجة تخرجي في حتة اصلا. ما شاء الله، هتلاقي بقى الصيدليات، وهتلاقي المحلات تحت الفندق او في الفندق نفسها، لانها دي مجموعة فنادق هواي. فما شاء الله، انتوا لو عملتوا سيرش عليها هتلاقوها يعني، وهتلاقوا شركات سياحة كتير منزلة لها عروض. يا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني في فيديوهات كتير، وباي باي.